سمعوا معايا هاد بولحيه كيبان لي تا هو سخن على راسو عاوتاني ونوض عاوتاني ادي في مغاربه العالم. سمعوا هذو اللي مشاو دابا وهاجروا بلاد الاسلام الى بلاد الكفر من اجل المال، اذا باعوا الدين بالمال. اغلبهم هنا بعدا ما كيصليوش، شباب مبتلين مدخنين اغلبهم، شفار قتال حابسي خارج. قال لك غادي يجيب الفلوس، عطينا كاع الفلوس، اش غيدير بهم؟ غيجي المغرب غيبني لنا مساجد، غيجي المغرب غادي يبني لنا تحت السحاب، غيجي المغرب غيبني لنا دور ايتام، غيجي المغرب غيبني لنا دار العجائز، غيجي المغرب يجيب واحد الطوموبيل ويبقى تيفوح لنا في الزنقه هنايا استاذ صافي. اش كيديروا؟ كيجي كيفوح علينا وكيرجع. كل عطله كيجي كيبان علينا هنا كيفتن الشباب، كيعمر لهم عقلهم بالخوا الخاوي، وتيمشي تماك تيخدم في خماست، يصرح السروبه يصرح الواد الحار. كيجي هنا كيلبس الباس، كتقول هذا خدام في اوروبا واقيلا وزير، وراه غير خماس تما غادي يشطب في الزنقه، وكيعطيوه الفلوس ويتم جاي راكب على طوموبيل طان طان طراران طان طان طراران طان طان طراران استعد احنا اوروبيين. سير ابو زبال، سير جمع طرود الزباله كيتسناك في اوروبا في باريس تماك، سير نقي لهم الملح الحاضره خانزه، سير تقاد لهم الجرده تشطب لهم تماك الزناقي ديالهم، سير تخدم في سميتو سوبر مارشي تما كتبيع الشراب وتبيع الخنزير. دابا هاد بولحيه هذا الا دابا هوت انا دابا من اسبانيا مشيت لعندو، عرضت عليه شي كيلو ديال الكفته وشي براد ديال اتاي، غيمشي معايا كيجري ما يسولني واش فلوسك حرام ولا حلال ولا منين جبتيهم ولا فين خدام ولا والو، غيسولنيش كاع. عرض عليه كيلو ديال الكفته براد ديال اتاي، غادي يعجبوه الحال، غادي يحمقوا الحال. شفتو كيفاش كيهضر؟ قلبه عامر، محساد، بغيض، قبيح. اغلبيه ديال الشباب كتقول لهم اغلبيه ديال الشباب بلاد الكفر، انت كتكلم على بلاد ديال الكفر. علاش ربي قال المغرب بلاد الاسلام والبقيه ديال البلاد ما صلحش الاسلام ولا شنو؟ ربي راه ملي كيذكر الدنيا في القران كيقول الارض للانام، الارض كامله فيها المغرب واسبانيا والميريكان والنرويج والامارات والسعوديه وماليزيا. الارض ارض الله، ما عندها علاقه لا ببلاد الاسلام والاسلام في اي بلاصه كاينه. الارض ارض الله، كانوا فيها الكفار ولا المسلمون ولا اليهود، ارض الله. انسان كيعيش في ارض الله، كان عايش في المغرب ولا كنت غنعيش باش نعيش نشوف الكمامر بحالك انت، ما عندي ما ندير بالعيشه قدام بشر بحالك انت. اش غندير؟ كل صباح نصبح على كماره بحال ديالك دابا، كل صباح نصبح على كماره ديال محساد بغيض القلب، قبيح مكحل مكفس، لا من داخل ولا من برا، لا زين لا مجي بكري. وانت بعد الامثال ديالك كاع ما كيستحقوا ديك الجواب المحترم اللائق اللابق، كاع ما كيستحقوا. كاينه واحد الناس اللي هما الدعاة اللي كيستحقوا تجاوب عليهم بطريقه محترمه، حيت كيكونوا محترمين في الحوارات ديالهم. اما نوع بحالك انت الموسخ، ابو لحيه الموسخ، انت ابو لحيه موسخ، انا متاكد فيها موسخ 100% موسخ، لان باين عليك موسخ، باين عليك موسخ، الهيئه ديالك كامله باين عليك موسخ. انت محساد، انت قبيح. هذيك الحسد ديالك كترجموا بهذه الطريقه هذه، كتقول لك الجاليه غادي يبنيو لنا الجوامع. شكون اللي بنى الجوامع في المغرب؟ اغلبيه شكون اللي ساهم في البناء ديال الجوامع وفي البناء ديال الطرقان وفي البناء ديال الدواوير وفي المساعده للمحتاجين والمغلوبين على امرهم وعمليه جراحيه للناس المحتاجين والحواله ديال العيد وبزاف وزيد وزائد التحويلات الماليه ديال مغاربه العالم. شكون اللي كيدير هادشي؟ كديروا نتايا، كديروا نتا امتقوا بالجيب. انت نضربك ما نجبرش فيك حتى 50 درهم، نضربك الجيم 50 درهم ما تهودش منك، حازق بازق ما عندك والو، حازق فقير حقير معتوه محساد بغيض. دير في راسك زعما انت داعيه، انت داعيه دابا نتايا عمرك شي داعيه كيكون بحال هكا. الداعيه اول حاجه كيكون داعيه للخير، الحوار ديالو الخطاب ديالو كيكون عامر بالخير، عامر بالكلام الطيب، عامر يعني كيدعي. شنو هي الداعيه؟ انا كندعيك للخير، كندعيك للدين، كندعيك للتشبت بدينك، كندعيك انك يعني تولي طيب، تولي كتحب دينك، تحب بلادك، كندعيك. هذا هو الداعيه، هذا هو الدور ديال الداعيه. الدور ديال الداعيه انه يحببني في ديني، يقربني لديني. الا كنت انا غادي في واحد الطريق عوجه كيجي هو كيقول لك العاش الشيطان يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم كذا وكذا وكذا وكذا، وانا ديك الساعه كنكون غادي في طريق عوجه، من بعد كنحاول كنبدل ديك المونطاليتي ديالي وكنرجع عندك الطريق اللي هي مزيانه، اللي نتايا بفضل ديالك انت كانسان طيب رجعتيني ليها. هذا هو الدور اللي كنعرفه انا ديال الداعيه، كيكون الهدف ديالو وانا يدعيك شي حاجه اللي هي ايجابيه، كيرجعك من الطريق الخايبه للطريق اللي مزيانه. اما الطريقه اللي كتكلم بها نتايا وهذا الحوار اللي كتحاور به نتايا عامر بالبغض وبالحسد، دليل حاجه وحده على انك انت انسان قبيح، انسان خبيث، ما عندكش الخير في القلب ديالك، وتعمرتي على الجاليه، على الناس اللي كتبرع في البلاد ديالها، الناس اللي كتمشي كتستمتع بالبلاد، كتخرج كتدخل كتاكل كتشرب كتطلق الموسيقى، كيتمتعوا بالبلاد ديالهم، بالطوموبيل اللي كيهبطوا، بالفلوس اللي كيخسروا. الناس كتعيش اللحظه.
اللي ما كتعيشهاش انت ما كتعيشهاش، انت مقابل غير الزرود. هاد الحوارات ديال كاملين مقابل غير العراسات والمناسبات وديك الحفلات باش يعرضوا عليك باش تعمر الكرش، حيت انت ما عندكش من يتعمرها. انت الهدف ديالك هو انك يعرضوا عليك اكبر الناس، كل ما عرضوا عليك اكثر كل ما القضيه مزيانه، لانك انت الهدف ديالك هو تعمر الكرش، حيت ما عندكش، حيت فقير حقير ما عندكش. الفقر ماشي عيب، الله يحسن العوان الجميع، ولكن انت بحالك هكا كيستحق جواب بحال هكا، حيت انت انسان غير محترم. اذا خصك جواب غير محترم، جواب لا يليق يعني بالمستوى ديال الداعيه الحقيقي. انت لست داعيه ولا رجل دين، ولا انت مكلخ معتوه بولحيه مستخ حساد حقود خارج كضرب في ابناء الجاليه المغربيه اللي هما بزاف عليك وبزاف على امثال ديالك. وليدات بلادنا المغاربه ديالنا كيمشيو لبلادهم كيروجوا الاقتصاد ديال بلادهم، كيخسروا الفلوس بلادهم، كيطلقوا الموسيقى، كيديروا الخير، كيعاونوا المحتاجين، كيعاونوا الناس، كيعاونوا الفقراء، كيعاونوا والديهم، كيديروا بزاف د الحوايج اللي زوينين اللي انت ما كتشوفهاش. المسخ الخايب بزاف د الحوايج ايجابيه كيديروها. كل واحد راه هز والديه، كل واحد راه هز والديه، هز اسره، كل واحد فينا هز اسره. تخيل واحد خدام على 3 4 5 في المغرب، كل واحد 6 ديال المليون ديال المغاربه اللي كاينين في اوروبا، كل واحد فيهم هز 5 الناس، 4 الناس، 3 الناس. غادا تجي انت تقول لي انت اغلبيه ديالهم خارجين من الدين اللي كاين في اوروبا كاع ما كاين في المغرب. باش نزيدك هذه القضيه هذه، شي الدين التشبث بالدين اللي كاين هنايا كاين كاع تلقاه في المغرب وما كايناش هنا. الناس جات لهاد البلاد هذه باش تخدم، اما الدين راه هو الناس باقيين محافظين على الدين ديالهم، التقاليد ديالهم، العادات ديالهم، باقيين كيعيشوا بالطريقه المغربيه، كيذبحوا الحولي ديالهم، كيصليوا العيد ديالهم، كيديروا رمضان ديالهم، كيديروا كل شيء ديالهم، وحتى العمره كيمشيو لها من هنا، والحج كيمشيو له من هنا. كل شيء باقي هو، حتى حاجه ما تبدلت على الارض. بدلوا المغرب دوله اخرى فقط، ما كاين حتى حاجه اخرى تبدلت. وانت خارج بلاد الكفر بلاد الدين. واش بحالك انت؟ لكن بحالك انت خليني عايش في بلاد الكفر، لكن بحالك انت بغي يخرجوا مره يهضروا بحال هكا، خليني عايش مع هذا احسن لي صراحه الله. المهم هذا كان جواب على المستوى ديالك واللي كتستحقوا، وهذا هو الطريقه اللي نقدر نجاوب معك فيها. انا انسان محترم، كيعرفوا الناس في القناه ديالي محترمه، ولكن بعض المرات خصك تجاوب على هذه الطفيليات بهذه الطريقه هذه. اخوان من الفيديو ولكم التعليق، واش قصحت عليه ولا عطيته العصير اللي كيستحقوا؟ راكم في التعليق. تحياتي.